السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي اللي مشرفيني ومنوريني. أسعد الله مساءكم ودايما تكونوا بخير وسعادة. طبعا السؤال اللي دايما بيتردد علينا كتير وبصراحة يعني اتصالات كتير بتجيلنا من جوه مصر ومن خارج مصر، ورسائل على الواتساب وعلى الماسنجر. المنشدة ريتال بنت المنشد أحمد حسن ولا لأ؟ طبعا يعني أنا عايز أقول لكم، يعني في ناس بتقومني من النوم علشان تسألنا هي ريتال بنت أحمد حسن ولا لأ. وفي ناس كتير بترن علينا تقول لنا عايزين رقم المنشد أحمد حسن. انا طبعا اي حد بيرن عليا طبعا انا بسعد بيه وبتشرف بيه، والحمد لله يعني التليفونات بتاعتنا مفتوحة في كل وقت، اللي جوه مصر واللي بره مصر، وتحت امركم في اي وقت. بس معلش يعني بتبقى في خصوصيات احنا ما ينفعش نتدخل فيها وكده. طبعا هم يعني جزاهم الله كل خير. احنا طبعا هي الناس بترن علينا عشان هم شافونا مع بعضينا في حفلة وكده. بس ده ما يمنعش طبعا ان كل واحد له خصوصيات، لا هم يعرفوا عننا حاجة ولا احنا نعرف عنهم حاجة، وهم لهم شغلهم واحنا لنا شغلنا. وطبعا المنشد احمد حسن هو حد محترم، ليه صفحته الخاصة بيه وليه طبعا إدارة أعمال. ممكن أنتوا مثلا عايزين تسألوا عن حاجة ممكن تتواصلوا معاه، يعني هتتواصلوا معايا أنا ليه؟ يعني هو برضه هكذا برضه ريتال برضه ليها صفحتها وعليها برضه رقم التليفون. ممكن برضه حضراتكم برضه تخشوا برضه، واللي انتوا عايزين تسألوا ده حقكم يعني. من حق الجمهور يسأل عن الناس اللي هو بيحبها وبيتابعها، ده حقه. برضو طبعا انا عارف ان الكل منتظر في اخر الفيديو يعرف ان ريتال بنت احمد حسن ولا لا. طبعا هو احمد حسن حد محترم وهو صديقي من زمان. احمد هو من محافظة الاقصر، تمام. وهو اصلا هو ما اتجوزش لحد دلوقتي، ربنا ان شاء الله يرزقه الزوجة الصالحة ويسعده ان شاء الله. وريتال طبعا من محافظة البحيرة. لو يعني حبايبنا اللي بيسألوا يعني وكده، يبقى طبعا أحمد من محافظة الأقصر وريتال من محافظة البحيرة. يعني ما فيش أصلا، يعني هو مجرد شغل، يعني بيجمعهم شغل مع بعض. يعني مش شرط ان هي بقى ايه علشان خاطر بقى يعني في معظم الفيديوهات بتقول له يا بابا يبقى والدها او كده، لا هو طبعا هو مربيها ويعتبر بنته يعني وكده. بس هو طبعا احمد لسه ما اتجوزش، وربنا يجوز الشباب كلها اللي ما اتجوزتش، واللي متجوز ربنا يسعده ويبارك فيكم يا رب. ودايما يعني احنا تحت امركم في اي وقت، ودايما مجتمعين على مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معكم اخوكم في الله مصطفى رضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.